يا مساء الخير عليكم احلى متابعين. معاكم ده شكل خداديه مختلف، يعني كده سيبكم من الطول. انا بتكلم على السمبوكسات اللي موجوده جوه الخداديه نفسها، اللي هو في المنتصف ده. دي اسمها شيما سمبوكسه. هقول لكم ان شاء الله، انا عامله لكم فيديو بس قصير كده على عينه بالطريقه. كان مطلوب من بنت على جروب المبدعات بتاع الفيس، فانا قلت ايه انزلها لكم على اليوتيوب كمان. ادي شكل السمبوكسه وعليها وردات بشكل حلو. دي انا عملتها، فهوريكم بقى الطريقه بتاعتها وكوتها وحطيت لكم عليها الفل عشان تبان. طبعا زي ما انتم عارفين انا عامله على عينه. هندخل بقى نشوف الفيديو ان شاء الله مع بعض. السلام عليكم يا بنات. كان في اخت طالبه مننا الخداديه اللي هي نص بالطل ونص عليه شيمه، تطلع شكل السمبوكسه. طبعا انت معاكي الخداديه، انت عايزاها صافي 70. فانت هتعملي ايه؟ انت طبعا هتقصي كل قطعه، احنا قلنا بالنص، هتقصي كل قطعه، هتقصي قطعتين من القماش اللي هم وش الخداديه. هتقصي قطعه 40 وتحطي عليها الطول، ماشي تمام، وقطعه تانية 40. هي كده كده هتصفى معاكي بعد كده، انك انت هتكوني في القطعه اللي انت القطعه دي هتوصلها بالتانية، فتاكل معاكي سنتي. وهنا دي كمان الجزء بتاع الشيمه بتاعها طول وعرض هياكل معاكي. فانت القطعه اللي هتعملي عليها بقى شغل الشيمه ده، انت كده خلاص خلصتي قطعه 40 وهتحطي عليها الطول وهتركنيها على جنب، اللي هي 40 في 55. ومعاكي كمان القطعه دي 40 في 55. القطعه دي بقى هنعملها ازاي عشان تطلع معاكي شكل سمبوكسه؟ طبعا انا بصوا، انا عندي مسطره اهيت، يعني ايه قطعه خشب يعني وعاملاها زي المسطره يعني. فانت هتقيسي، هتروحي عامله استني بس كده، بس انا عايزه التصوير يبان ليكم. قطعه القماش اهي، هتروحي عامله زي زاويه كده ايه معاكي اهي بالقلم، بالمارك، الطباشيره يعني او ماركه او اي حاجه تعلمي بيها، بس الطباشير والمارك افضل عشان خاطر ان هو يطلع في الغسيل. لكن لو قلم رصاص كده هيبان في الشيمه وممكن ما يطلعش تمام. وهتروحي كده سايبه 10 سنتي تمام، وتروحي عامله الجزء التاني اهي، الجزء التاني عشان ايه تبقى سمبوكسه تمام. اهو يا بنات، وهتروحي كمان معلمه كمان. هي شكل تقريبي يعني كده، ممكن تبقى يعني هي ممكن تكون مش 10، اكتر من 10 كمان. هي شكل تقريبي. ثواني كده اقيسها لكم، مش عارفه المتر فين. يعني هي الشكل التقريبي بتاعها كده بتاع 12. يعني انت كده اهو علمتي، سبتي عملتي من فوق. طبعا فوق مش هتخليها ايه، مش هتخليها 12 سم، هتخليها بتاع 6 سم، وتروحي عامله العلامه. اول مسطره، تاني مسطره بعد 12 سم، تالت مسطره بعد 12 سم تمام. هتديكي ماشيه كده ايه لغايه ما توصلي للاخر، وهتيجي عند الاخر كده كمان 12. يا بصي انا عملت بشكل التقريبي بتاعي، يعني مش انا ما علمتش بالمسطره يعني، ما قستش يعني. فانت هتعملي بقى اتنشارات، وفي الاخر هيفيد معاكي بحيث انت توسطنيها يعني. يعني هنا مثلا فات قطعه صغيره وهنا فات قطعه مثلا كبيره، فهتوسطنيها تمام. كده طلع معايا العلامات اهيت اللي انا علمتها بالطباشير والمسطره. فانا طبعا كمان انا كده عايزاها ايه، كده جت معايا خطوط مستقيمه، فانا عايزاها تطلع معايا شكل سمبوكسه. فانا عملت كده من الاتجاه اللي فوق ماشي. هروح بقى انا كده عامله عكس الاتجاه اهوت، علمت من فوق، هنزل بقى من تحت واروح عامله ايه الشكل عشان يطلع معايا عكس اهي. اروح عامله معلمه اهي ماشي. اللي بعده نفس بقى المسافات، اتنشرات بقى تمام. انت علمت اول واحده، ادي كمان اول تاني علامه، ادي التالتة، ادي الرابعه. يعني انتم 4 يمين و4 شمال، يعني 4 في بعض متداخلين. عملتي في الاتجاه ده 4 خطوط والاتجاه التاني 4 خطوط. طلعت معاكي اهي بالشكل ده. بصوا زي سمبوكس اهي، شايفينها ولا مش شايفينها؟ اهي طلعت معاكي زي سمبوكسه، يعني بتعملي عكس بعض. عملتي اربع ادي 1 2 3 4 4 خطوط بالاتجاه ده، هتروحي قلبه وعاملاهم عكس 4 كمان بالاتجاه التاني. مقاساتك مختلفه بقى، يعني ايه حسب انت ما تظبطي شكلها. بس انا قلت لكم هي يعني المقاسم مظبوط اتنشرات، لكن من هنا من البدايه والنهايه تقريبا كده 6 او 7 تمام. زي ما انتم شايفين بصوا طلعت بالشكل جميل اهو، طلعت سمبوكسات.
قلنا 4 خطوط عكس بعض، يعني 4 اتجاه من فوق و4 في اتجاه المنطقه، يطلع معاكي عكس بعض زي السمبوكسه. هنيجي بقى نخيطهم. ثواني بس. احنا كده خلاص عملنا بالطباشير 4 يمين في شمال اهو، طلعوا سمبوكسه عكس بعض، 4 خطوط من الاتجاه و4 خطوط من الاتجاه يطلعوا معاكي عكس بعض. هتيجي بقى بالمكنه، طبعا انت معلمه اهو، نقول هنعلم بالطباشير بلاش قلم عشان خاطر ممكن القلم ما يطلعش وتروحي عامله شيمه بس توسعي، يعني عرض فرده واحده بس من الدواس، مش فردتين. هتعملي عرض فرده من الدواس اللي هي ايه، شيمه عروضه شويه اهي. ادي اول واحده، وادي تاني واحده، طبعا بقى هي مع المكوى وكده هتتظبط معاكي. دي تالت واحده، ادي رابع واحده. كده قصرت كشت معاكم جامد. بصوا يا بنات، هتروحي بقى انت دلوقتي بقى ايه للعكس. اهو دوسنا بس الابره بس فلتت معايا. احنا كده بقى ايه في الاتجاه اللي هو العكس، احنا كده عملنا اتجاه 4 والاتجاه التاني اللي هو العكس، ال4 اللي احنا هنمشيهم التانيين. ادي اول خط، تاني خط، تالت خط، رابع خط. ادي رابع خط اهو، ادي اهي طلعت معاكي شكل السمبوكسه. طبعا هي هتظبط لما تيجي تكويها، تمام، هتنظبط معاكي خالص لما تيجي تكوي بقى تكويها. وعلى كل سمبوكسه هنا هتروحي حاطه فلايه زي ما هي معموله كده، على كل واحده هتروحي حاطه فله اهي، مع كل قفله السمبوكسه مع بعضيها تروحي حاطه فلايه. يعني انت الاطراف دي لا حطي مثلا في النص مثلا كده هتنطوريه، ما تحطي مثلا فله تنطوريه. ادي هي تروحي حاطه الفلايه ودايسه عليها بالمكنه اهي على كل قفله السمبوكسه. اهي يا بنات كده ادي شكل الخداديه اللي هي بيبقى فيها شكل سمبوكسات، والشكل التاني نص طول، يعني نصها سمبوكسات ونصها طول اهي. شايفينها؟ يا رب بس يكون الشكل قدامكم واضح. طبعا هي طبعا زي ما قلت لكم مع المكوى وكده هتبقى كويسه يعني. فانت بالك عشان انت بالك ما يعملش معاكي، حاولي تخلي بقى ايه، يعني مثلا ممكن تخلي القطعه دي بالذات التانية تمام هتخليها 40 في 55، اما القطعه دي حاولي تزودي فيها شويه عشان بس ايه خليها مثلا ايه 58 في 42 في 43، بحيث ايه ما تيجي تاكلي السمبوكسات دي ما تاكلش معاكي في القماش، انت توصلي بيه الخداديه التانية، وش نص الخداديه التاني اه.
ادي طلعت معاكي السمبوكسه اهيت. وطبعا لما تقفليها بقى الخداديه بتقفليها وتكويها بتطلع معاكي شكل جميل جدا. ويا رب يكون شرحي متفسر كويس وقدرتوا تفهموه. لو في اي حاجه تانية بعد كده ان شاء الله اعمل لكم ليها فيديوهات قصيره كده بشرح. وبكده يا بنات انا كده كويتها وحطيت لكم الفل عشان ايه تبان شكل السمبوكسات. طبعا اللي انا شغاله عليها دي عينه، يعني انا مش مرتبطه بمقاس معين. فانتم عادي ممكن تنفذوا الشكل ده على خداديه كامله، بس طبعا لازم تكونوا واخدين بالكم ان كل شيمه بتعملها بتاخد لها سنتي. فلما بتيجي تعملي مقاساتك بتسيبي بزياده. يعني مثلا لو هتعملي خداديه كامله، فالخداديه طبعا احنا عارفين مقاساتها ان هي 50 في 70، فانت بتعملي كالعادي بتسيبي 5 سنتي. فانت في دي هتسيبي طبعا 10 سنتي فوق ال 5 سنتي. فانت هتعملي مثلا 65 لو هتعملي خداديه كامله بالنظام السمبوكسه ده، هتروحي قصاها 65 في 5 قولي بكام؟ احنا بنعمل ب75 يبقى 85. لما تكوني سايبه بزياده، بدل ما تكوني هتشتغلي الخداديه كامله وتيجي تقفليها، عشان تقفليها تلاقي نقصت معاكي 5 سنتي هترجعي تاني تعملي خداديه تانيه مكانها. لا، لما تكوني سايبه بزياده 5 سنتي وتهدريهم مفيش مشكله. احسن لما تيجي بعد ما تخلصي الخداديه تكوني انت محتاجه 5 سنتي وترجعي تشتغلي خداديه تاني وتهدري في القماش معاكي. فال5 سنتي لما ترميهم احسن لما تيجي تحتاجيهم. فاهميني؟ يعني البنقال الواحد لما بيسيب الحاجه بالزياده احسن ما تطلع معاه ناقصه. فانا دي انا عاملاها الشكل ده انا عاملاه على عينه، يعني مش مرتبطه معايا بمقاس. فانتم زي ما انتم شايفين كده المقاسات مظبوطه اهيت. فزي ما قلت لكم انا عملت 4 يمين في 4 شمال. فطبعا انت مش هتكوني مربوطه لو انت هتعملي خداديه كامله، مش هتكوني مربوطه بالمقاس ده. بس دايما في البدايه بتكوني سايبه نص المسافه اللي هتسيبيها في الداخل مثلا. فاهميني؟ في اول البدايه ما تكوني عاملاها، يعني بحيث ان هي ايه هتكوني بادئه السمبوكسه من فوق، وتبداي بقى درجاتك بالمظبوط. يعني هتكوني سايبه المسافات كلها واحده عشان تطلع معاكي سمبوكسات بالشكل ده. زي ما دي انا قلت لكم دي هتقطعوها مثلا هي طبعا نص خداديه، نص الوش يعني. فانا قلت التانية هتسيبيها 40 ودي كمان هتسيبيها قولي مثلا 47 48 في 58 عشان ما تيجي تهدر معاكم. لما تيجي تقفلي سمبوكساتك وكده وتعملي الشيمات ما تاكلش معاكي في اللي انت سايبه اصلا الخداديه. فلما تكوني سايبه بزياده افضل. الحاجات دي كمان انا وردتني حاجات زي كده، وردني حاجات زي كده، وحاجات انا جربتها كتير ان يطلع معايا اغير خداديه كامله عشان مثلا 2 سنتي. فانا بقول لكم 5 سنتي زياده لما تسيبيهم ويطلعوا معاكي مثلا يطلع منهم مثلا هادد احسن ما ترجعي تعملي خداديه كامله من اول وجديد. فاهميني؟ واهو الشكل النهائي بعد المكوى. طبعا زي ما قلت لكم المكوى ده شيء اساسي، انا كوتها لكم اهيت. المكوى شيء اساسي في شغلك بحيث ان هو بيخلي الشغل حاجه تانية بصراحه يعني. فالمكوى اهيت زي ما قلت لكم وانا كوتها. وطبعا فعلا هي لما اتكوت وكده اتحط عليها الفلات، انا كنت سايباها من غير الفلات بس انا قلت اكويها لكم واحط لكم عليها الفلات بحيث ان هي ايه تظهر شكلها وشكل السمبوكسه بتاعها اهي. طبعا انا عامله على عينه عشان تبقوا واخدين بالكم بس مش تمشوا على مقاساتي. هي الفكره بس ان انت بتمشي خطوط شيمه عكس. يعني مثلا بتمشي في الاول خطوط بالطول وبعد كده ترجعي تاني تدوسي عليها بالعرض، يعني طول في عرض عكس يعني عشان تطلع معاكي الشكل الشيمه ده والسمبوكسه ده. وبكده انا خلصت الشكل الخداديه اللي هو السمبوكسه اللي اتطلب مني ده. كان مطلوب مني على جروب الفيس اللي هو جروب مبدعات في شغل الملايات. يا رب اكون قدرت بس اوصل المعلومه. وغير كده كمان رحت منزل لكم على اليوتيوب. فلو عجبكم الفيديو هو شرح وكده وشكل السمبوكسه في الخداديه ما تنسونيش في التعليق والاشتراك في القناه والاعجاب. دي حاجات مهمه يعني ان هي القناه تبقى فيها تفاعل وان هي تشتغل يعني بس مش اكتر يعني. ولو ما عجبكوش الفيديو عادي ممكن ما تشتركيش وممكن ما تعمليش اعجاب عادي مفيش مشكله. وبكده بنهي معاكم الفيديو والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.